اللاعب المراكبي او امير المراكبي بيقول ان مسعد عوض هينتقل الى نادي غاني ولن يفصح عن اسم النادي الغاني الا بعد وصول البطاقه الدوليه من مسعد طبعا لمسعد عوض في هذا النادي الغاني. انا اقول لحضرتك احنا ما عندناش معلومه عن الموضوع. احنا كان جاي لنا العرض الوحيد اللي جالنا رسمي كان من النادي الاهلي. اجتمع مجلس الاداره الاسبوع الماضي وخد قرار بتاجيل النظر في اي عروض لحين انتهاء من كاس العالم عشان تتضح الرؤيه. تمام. بدات بعد كده الفتره الاخيره تظهر موضوع اللي هو الاحتراف في غانا. طبعا احنا النادي الاسماعيلي يعني اللاعب فعلا ملوش عقد معانا، واحنا بنقول هو لو عايز يطلع يحترف يطلع في دوله اوروبيه من الطراز الاول زي ما لعيبه كثيره طلعت، وفي الحاله دي هو هيستفيد ماديا وفنيا والنادي الاسماعيلي هياخد حق رعايه كويس والمنتخب هيستفيد. انما موضوع الترانزيت بتاع غانا ده انا شايف يعني ما ينفعش يتعامل مع الانديه المصريه الكبيره، لان قصدك النادي الاهلي يا سياده المستشار هيطلع بالطريقه دي ويرجع النادي الاهلي هيبقى في يعني مش هنقول هيبقى في احتقانات جماهيريه بين الناديين، واحنا عايزين الامور تهدى في الفتره الجايه ومش عايزين حد يعني يتصرف بمصاير الانديه الكبيره. احنا كل طلبناه احنا ناجل الموضوع اللي بعد كاس العالم، بس ده الموضوع اللي عندنا. سياده المستشار يعني التوقيت نفسه هل يجوز لمسعد عوض الانتقال الى نادي اخر؟ وحضرتك ذكرت من شويه ان مسعد عوض مش موقع مع النادي الاسماعيلي. تمام حضرتك. هل يجوز ليه توقيع لاي نادي دلوقتي مسعد عوض؟ خارج مصر. خارج مصر. خارج مصر مش داخليا. ما ينتقلش داخليا، لكن ممكن ينتقل خارج مصر. خارج مصر. كان في انا خالد بيه سياده المستشار ازاي؟ اتفضل. كان في كلام في تفاوض بينكم بالنادي الاهلي على موضوع محمد عبد الفتاح سنه وانتوا كنتوا عاوزينه سنتين ومليون ونص من النادي الاهلي لمسعد عوض، الكلام ده صحيح؟ اقول لحضرتك اخر جلسه في الوزاره قلنا عايزين ناجل اي حاجه لبعد كاس العالم. يعني ممكن اللعيب يظهر في كاس العالم يظهر له عرض كويس ينتقل اوروبا ده يبقى افضل ليه. طب ما كده في تاخير على مجلس الاداره بالنسبه للنادي الاهلي ممكن او عفوا يروح النادي غاني وبعد كده ينتقل الى نادي الزمالك او الاهلي او اي نادي اخر. طب ما احنا النادي الاسماعيلي خسران فيها كده. على فكره الفرق كله لو هنتكلم على دخلي هيبقى حوالي 650,000 جنيه مش هتزيد عن كده. لان المليون و200 دي الاسماعيلي مش هياخدها كلها. ايوه. في الوكيل هياخد 200,000 منهم. لو انا بتكلم في حق رعايه بعد ما يرجع مصر باخد عنده 18 سنه 200,000 و50,000 بعد كل سنه حوالي 350,000 جنيه. يعني الفرق كله 650,000 جنيه مش محتاج انا انتظر كاس العالم، مش 650,000 اللي هيحلوا مشكله الاسماعيلي. طب ما تعملوا تفاوض مع النادي الاهلي يا سياده المستشار وتخلصوا الموضوع مع النادي الاهلي والاسماعيلي يستفيد مليون ونص وياخد محمد عبد الفتاح. ايه المشكله؟ ليه الضغوط يعني ولو دراع الاسماعيلي انه يبيع دلوقتي؟ انت شايف ان هي لو دراع؟ انا شايف موضوع غانا ده لو دراع. لا ما احنا حضرتك لسه قايل وانا برضو ما عنديش علم بموضوع غانا ده فعلا حقيقه او غير حقيقي، ممكن يكون فبركه اعلاميه زي ما بنشوف في الاعلام في الوقت الحالي 3 مليون حاجه عشان الناس تطلع تتكلم عن النادي الاهلي او غيره. ما انا بقول يا فندم هو النادي الاهلي نادي محترم واحنا بنقدره طبعا، يعني ما اظنش ان هيشترك في موضوع غانا ده. لا مستحيل، انا متاكد زي ما انا سامع حضرتك ان النادي الاهلي مش طرف في الموضوع، انما احنا بنتكلم في الوقت الحالي العقد جاي من النادي الاهلي واحنا قلنا ناجله لبعد كاس العالم. وده كلام النهائي اللي كان بينكم بالنادي الاهلي تحديدا من الباب. ده كان ده في مجلس الاداره، النادي الاهلي جاب لنا عرض قعدنا في جلسه مجلس الاداره كنا موجودين كلنا وقلنا ناجل الموضوع بعد كاس العالم. بعد كده بقى بدا يصار لما اجلنا كاس العالم بدا يظهر موضوع غانا ده. انا متاكد يا سياده المستشار زي ما انت بتتكلم النادي الاهلي بعيد تماما عن موضوع غانا، وانا متاكد ان هي فبركه اعلاميه، والنادي الاهلي طالما دخل من الباب مع النادي الاسماعيلي وعامل علاقه كويسه في الوقت الحالي انه يتكلم مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي المستشار وليد الكيلاني وكل الناس الموجودين، اعتقد انه يستمر في هذه الحاله. ولا ايه رايك؟ ان شاء الله وده اللي احنا نتمناه يا فندم ان شاء الله. ان شاء الله. سياده المستشار وليد